يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نتكلم حول الاستعدادات للعيد إن شاء الله. الجمعة القادمة بإذن الله يكون يوم العيد إن شاء الله، إذا لم يسبقنا أحد وأقول يوم الخميس، ولكن نحن الذين صمنا يوم الخميس ليس أمامنا إلا أن نصوم أن نعيد يوم الجمعة. إذا عدنا يوم الخميس يكون قد صمنا 28 يوم، وهذا لا يوجد. إن شاء الله سنعيد يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. هذا من ناحية التاريخ إن شاء الله، وسنتكلم حول بعض الآداب وأحكام الإسلامية. برايد عزيز إن شاء الله أنا بحث آمادية عيد بكن. طبعا خدي عمر دريج بك هيك أم الحياة بمين وأم نمرن أبنا خشين ما يقدر باص ببن إن شاء الله. روجا جمعة هاتي روجا إينا هاتي عيدة بإذن خدا. لو رأيك ما روجا بيشامي روجي جرت شانس ما تنك أم روجا بيشامي بكن عيد دبا 28 تاريخ الإسلام بداجي 28 روجي تنا يا 29 هي سيا شانس ما تنا إلا جرام روجا جمعة بكن عيد إن شاء الله. من روجا عيد بكن جمعة بكن عيد خدا إجماع قبولك بإذن خدا إن شاء الله. بحث هنا كي معنوي بكن. طبعا العيد العلماء يقولوا عاد يعود عيدا الشيء الذي يكرر نفسه كل سنة. عندنا عيدين، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يقول حينما هاجرنا إلى المدينة كان لهم يومان يلعبان ويفرحان فيها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله عز وجل أعطاكم يومين نيابة عن أيام الجاهلية أو أيام اليهود. إذن المسلم لديه عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا من ناحية مشروعية هذا العيد الذي شرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. معنا عيد بكرمانجي طبعا بزمان كردية خيانو أم بيجن جشن معنوي يعني كيف خشي. عيد جي معناوي أود بيجن عيد باحتمال كما ظن دو صالة جارك خد بارتك يعني صالة دحب عيدا يعودوا يجي إنسان تدا زيارتي هفتكن جوي دوباره بون هاني قوة تكرار دبيا جوي راتنا قوت بيجن عيد يعني يعيد نفسه وتكرار هر سال تي عيد پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي صحابت بن دمك أمشون مدينة ملت مدينة دو روجات دا كيفت كرن روجا وانا كيفي بون دبي رسول خدا جوانا قو خدا عز وجل دروجات جهه وان دروجات دروي دي دايما دحب عيد دين دايما عيد فطر عيد رمضان وكم جراد بيجن فقا إسلام دا مجرد بين عيد فطر يعني عيد كم فطار انتدا عيد كم تدا بروجينن وأبدا عيد مازن مجرد من عيد الأضحى. أضحى يعني عيد قرباني بكردي جرد من عيد قرباني. پیغمبر مدبی علیه الصلاة والسلام خدا عز وجل دروجه بخيرتر دايما أمجي مسلمان عيد مهنه ومسلمان ما عيد ما بهردونه. طبعا تشكيدي جوارا بيجم دبيجن عيد نوروز نظام عيد بهار عيد بايزه جالي شريعة دام نقارن بيجن عيد جوانا را وانا نايقوتن عيد إسلامي، ولكن روي نتوينا رويش خملت كيف تكوفر تاويدات كيف أو تشتك بروبلمتنا. أما جناحية شريعة دا كان بيجن فانا عيد شرعينا عيد خدش مرة قوتيه أفانا وان عيداننا. أما عيد نتوينا ملات شخوا كيف كت برسكرة كيكتنا يعني بهار هات بايز هات شواك مرف لا ياخد زوجنا كتشاخد زوجنا زاروكي مروا تشدبن تشتكيت كذا دست مروا معرف كيف كابشي بهارك يا ملات شخوا كيف ك بشرط يكون إنسان جاء أدب وأخلاق إسلام درنا كذا. شيء آخر نذكركم به، لا تنسوا أخرجوا زكاة الفطر قبل العيد. هذا قبل ما تذهبوا إلى صلاة الجمعة أخرجوا هذا الزكاة، هذا واجب شرعي علينا. تشتكي دي ساتخن بيروا الحمد لله قال لك جوا محقق وداية اللي جارنا هين كي مسلمان ما أم كرديد بي صوفيتيات كن صوفيتي يعني معناوي دبي أسفر صوفي ما برش خديت ترسم خيرك ما زنج مرة لازمة أبي جراد بي صوفيتي بنوا زماني أنا يعني تقوى أمازن زكاة أخو كان جددن يا إبارة عيد ددن يا جي روجا عيد بريك إمام خطيب خينا ما مستوى زكاة من يا ما مستحى شتيخة شعبي خد شوف كجي فري يعني ها نقدر 100 قرون 100 يعني جامعه ما 150 قرونه اینکه جامعه گوتنا 100 قرون يعني صدي حتى 150 وچ خاصه بدن ما 150 دايه اما صدي شد يعني
وقتی پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام روزا عید داشت کن هر کسی خرمات خور ملت فقیر بو دگو برا روزا عید مالا فقیره داشت خور نکی هبه ام کردید برا شوربای بکله یعنی برا آگری هبه وی وقتی جو خرمه کل مکی خرمه دا جیران خود گو برا زارو که تا بخون اجو خرمه تخم تجی خرمه بخون انا نوها انا تدشيني ولات حتى كنت شا بانقا هي بانقا تنا فقير وتلكي جبروي هنا كيزوب شين برا فقير فايده جيب دينا ابي اجبر بانكن طبعا العيد كما قلنا هو يوم الجمعة القادم يوم 20 بشهر إن شاء الله والصلاة العيد سيكون عندنا ساعة 9 في الغالب سنصلي مرة واحدة ولكن إذا حصل ازدحام ربما نصلي مرتين ولكن الآن لسنا متأكدين أن سيكون ازدحام أو لا سنصلي أولا الصلاة الأولى أو الآن المعروف ساعة 9 سنصلي إن شاء الله 9 نصلي نبدأ بالصلاة وليس التكبيرات قبله إن شاء الله لما جا خويا عيد يجي ان شاء الله عيد روجا ما قول جمعه هاتيه كنت كبيسته ما هي صحتنا هذا ام الميج بكن ان شاء الله بريا نهام تكبيره وذكر وصلوات خبينن هاي وجبي تشتي هانيج هبه افي كنت خازه ورا بركي قربالخ بجي وش خازو ورا 80 الفان درابن يعني خارون تكبير وذكر اخو ام بدن ان شاء الله اگر قربالخ بو ام تجار المشكن لي ام ناكيد صديسه قربالخ شيدبه اجبرك ناكيد ام جبين جار عول صحتنا هذا من الميج اخو بكن خدای عز وجل يجمع قبول بك إن شاء الله. شيء آخر نحب أن تركزوا عليه تكبيرات العيد كما تعلمون عندنا عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأضحى وقت التكبيرات أطول من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يعني تقريبا 5 أيام ولكن عيد الفطر وقت التكبير قليل جدا من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يبدأ الإمام بالخطبة ينتهي يعني من الغروب إلى وقت الصلاة هذه أوقات وقت التكبيرات بعد الصلوات أنتم تمشون في الطريق في أماكن أخرى طبعا بشرط أن لا نزعج غيرنا نحن في دولة غير إسلامية إذا كبرنا في الشارع ربما الناس يخافوا ماذا حصل ولكن حاولوا أن تسمعوا أنفسكم بالتكبيرات هذه الشعائر الإسلامية تكبيرات كما تعلمون الله أكبر كلمة جملة صغيرة يعني تكبير عيد يجي هاويكم زانن ده عيد مهنة عيد رمضان ام بيجن عيد فطره وعيد قربانه عيد قربانه وقت تكبيره تدا قالك يعني روجا عرفه دست بيتك حتى روجا 4 عيد عصركي تقريبا ده 5 روج فقط عيد رمضان افجركم من عيد فطره يعني اوقسكه او قانونها اوقه روجا ايفارا عيدك مغرب چيدبه ملتكم ما هي بديت ام دست بيتكن الله اكبر ام دبيجن حتى امام درته خطبه خوينا و چند ساعت هانه وان چند ساعت پشت مغربی پشت عشای پشت المجاسبه وان وقت هانه دا مروه تکبیر خو بده تکبیر خو بینن و چون مال نوازارو قدا بدون سیاره خسیار مون تکبیر بدون مشیانش خو تکبیر خو بینن لی ملت هج عاجز نکنه بجن سنت از دنگی قبل ممکن ملت بترسه اف حقیقتنا دولتك هنا بسلمانه ام تدابن وقت تقول الله اكبر بجا يا ربي والله تشتي سرمه كاي كي بوكشن مع الاسف ناوي خده بفانتشته وهوا دانه گردان اوج عيبه كمازنه ل كدولتك اسلامي بونا ملت مسلمان بونا مروت كچه خودت کولانا دا مشه صلوات ابداد بنای خدا يعني دوان روجا دا تکبیر گردنگی بلند به صحابيه تکبیر دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکبیر دا وانا مش بیر وانکن اوانا سنت في عيد مباركه بيروزن طبعا وقت دخول العيد كما تعلمون نعم هنا نحن نصلي أحيانا نقول ساعة 9 ساعة 10 ونص ساعة 8 ولكن شرعا وقت الدخول يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح بعد ذلك ثاني نصف ساعة تقريبا بعد ما يطلع الشمس إلى قبل الزوال كل هذا الوقت هو وقت الصلاة قبله لا يجوز وبعده كذلك يخرج الوقت من طلوع الشمس إلى قدر ارتفاع رمح يعني نصف ساعة تقريبا إلى قبل الزوال ب10 20 دقيقة كل هذه الأوقات يجوز لنا أن نصلي في العيد وكذلك نرى بعض المساجد يصلون 2 3 حتى يستعيب الناس وقتها لما يجي عيد شوا دست بيتك وتكون ظانن امجوارات بين صحتنا هذا المشكن ليش آلي شرعي دا ظانبن آلي شرعي دا پشتك روج درته بقاسه عربي تقولن رمح يعني بشنا إنسانكي بقاسه بشنا إنسانكي روج بلند به يعني نيف صحتكي زيداننا يعني بيستقل نيف صحتكي روج دركت دست بيتك تدكاري الميش بكي يعني بريك رو دركبت نكاري 5 دقیقه پشت درکت چه نابه
پشتێک دەرتێ بنیف ساعتێکی 20 دقیقه یعنی بەشنا ئینسانێکی حتى بريا الميجا نيفروي بازا 20 دقيقة يعني قبل الزوال أمجرد الزوال وقت الميجا نيفروي حتى في وقتها هاني الميجا عيدة شيد به هر ما قلت يا هيك مزقفت بين حاجة هيك بيجن حفت أجر كروش أم بيجن شاشة در كبه أنا كيد بيجن ده هيك بين ده ونيف هيك مزقفت أنا قربال خوان هي سيجارة الميجا عيدة كل ملت قالك تجار سيجارة يعني أم بيجن أبي ده دقيقة هاني نارو دركت آجور حتى برا أفراج نيفرو جا زوال وهاي في مسافة أنا وتفت كارن الميجا عيدة تدابكن أبياجي وقتوية مكان العيد الأفضل نحن هنا في الدول غير الإسلامية وحينما يكون الوضع شتاء لنا وضع آخر ولكن من الأفضل أن يكون الساحات أو الصالات الكبيرة التي يمكن أن نستوعب عدد أكبر من الناس وخصوصا الذين يصلون والذين لا يستطيعون الصلاة خصوصا النساء عندهم أعذار شرعية يمنعهن من الصلاة فالإسلام يقول لذلك حتى هن لا يأتين إلى المسجد أن المرأة التي في الحيض وفي النفاس من الأفضل أن لا تذهب إلى المسجد فحتى لا يحرم من ثواب العيد والتكبيرات ومن الخير والبركات المنزلة في هذه الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج خارج المسجد والذي ذهب إلى الحج والعمرة يعلم بأن بجنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هناك مسجد أبو بكر مسجد عمر مسجد أبو عمر وسألنا قلنا لماذا هذه المساجد قالوا مصلى في عهدهم أبو بكر كان يجمع الناس يصلي العيد عمر في مكان وعلي في مكان آخر يعني كلما احتاج كانوا يوسعوا أكثر فالآن هناك هذه المساجد باقية في المدينة تقريبا لا نقول شرق قبلة المسجد ولكن ناحية اليمين باب السلام بجنب باب السلام هذه المساجد موجودة إشارة وتذكيرا للمسلمين فمن الأفضل ولكن إذا لم يكن بإمكان الناس أن نصلي في المسجد وقت جيه لميجا عيدة بنما صلاة الشريعة دا لميجا عيدة جمعي قالت جامعة جيه قرتي دابا يعني كوچه مچال در و مرال چول مولات ناكي نوا باجارة دابا كبو عيد بچكي جداية پیغمبر لميجا عيدة در و جامعة كد اگر كباران تنبونا حكمتي ويچ بود گو برا جن و زاروك و اختيار و گنج و بدسميج و بدسميج برا هر کس وره روجا خيريه روجا كيفيه روجا بركته و جنجي زاروكش بونه ورن كيف بكن جنجي جارنا عذرك وانه شرعي چيد به نكار المش بكن وتزان ابي زوجان دي زانن كو هرمه جن عذرك وان چيد به نكار المش بكن جبونه كو جوي خيره محروم نبن پیغمبر عليه الصلاه والسلام دچول دروا لمشت كد دغو برا جنجي ورن زاروك جي ورن لي چد كد دغو جنه كل مش ناكن اخبدن عليكي برا نكب نوا صفا صف خرانه بن جن خبدن عليكي او لمجا خد كرن لو راجن دكارج دعايره بيجا امين دكاره غوداره خطبه جبك دكاره تكبير اجبي نه لين دكاره المج بك لمجنا وكيدي هر خير وبركات براجن بباورتاخ پیغمبر صلى الله عليه وسلم في تشتيانت كد غبراجن ورن ل عيبه كما تشبيه مسلمان بلكي سرمه كردا بطيباتي از بيجم تركجي الله اعلم وكمنه جن خو ام ناشين جامعه لمجا عيده على تركيا بلكي الكردستان عيني وهاي نابا تركيا جوهاي يا سرس بي ما شاء الله صحت بينجوني بعد المجا عيدت كن حيرات بيلم رنيف صحت سردا كيفينكي برا ملتش خورا با زاروك شعبي بشوم برا جن رابط جلي قلقو كن حر المجا عيده بكن او قاصا زول مشت كن بلكي غايه وان او مار خورنا كي بخون تشتكي بخون ل جنا محروم نكن حق جناجي هدر كبن نوا كوملا اسلامي نوا جواتا اسلامي حاضر جمعي ببين جماعتا ببين تكبيرا ببين عيدا ببين كيفا بينن اجا ما جنا جمال خده دور خست نيني لوكي دي الهرجي دهنه تبيج الميدان دهنه نوروز دهنه دعوت دهنه ديلان دهنه هر تشتي دهنه كبو مزقفت وجامي غيرته مراد وا چوا جناق بشينم حيرا ابي كلمه چند جرا دوبارتكم قي هر کس بشرف ايك جامي ناموسا وانتنه قي يعني چما مروی تشتید بیجا تشتکی نه نورماله ما پریا جنه خوش مالا خواده دور خسلو ما هر تش دسته مچون ایمان ضعیف ما لورا جبیر و نکن دایک مدرسه دبستانه ام ارشیک امزاری باوانه ام چه قاس زمان خود گل زاروکی خود در باست کن دایک چه قاس زمان خود گل وان در باست کن ده ها در باست کن یعنی ام با 3 ساعت به
جنه ما بلكي 10 ساعات زمان در باست كم وارا بالشب وبرود قالوانن إدما كجن تربية تنا أخلاقي وكيم يجي علمي تربية تمام فقط علمي تنا معرفة تنا شريعة باش نزانه حلال وحرام نزانه أبجنا فقير چه زاروكي خورا بيجه تشتكي نكاره بيجه تشتكي خديجه حسنا كوي جوارا بيجه هيدا بشوك يا رب نينوكي بوياخ ليخي اللي صور بك اجل طنق لك لورا نزانه حلال وحرام چيه نزانه كردي بيجن كرمه شيري حتى بيري بيام تزانن تزاروكي خو بچوكاي چه فير بك حتى اختيار ده وهاي قواك زاروكا بچوك دياوي بوياخ بك دوي صور بك چاوي چواكينو بك بيجه عادت وهاي اما دایکا کش خدا بترسه بجه نا که چامن از ناکم تجی ناکی خودش مرا حرام کریه اشتراجی حرام کریه خدا ایزنا مناده به وی شکلی هانه ده فایده همون اما مع الاسف امجن خود ناشین مزگفت و نابره نچن الله اکبر مرا ماری خوار نچکن جنجی که عقل وان که ما عقل وان که نبود ابگوتا چما تچی مزگفت و چما از ناچم حقی من از جهرم جانا صحابیه دامارا وانا عربیه کevin بوان دکرد جنه خورد گوت نچه جنات گوت تنای لیز هر مالا خده ولا کوهاد بی کلمه گوت نوات سکنن پیغمبر گوتیه لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله نبن آستنگ لپیشی عبد خدای کجن نسکنن نبجن امنایلون هر مالا خده یک جوان حضرت عمره بی کلمه آنه وقتی گوت جنای گوت پیغمبر واه نگوتی گوت تمام اما گوت کتب شب نچی باشتره شبه تعریت یا مرم نزانه ایگو تام بشه از ناشم لیزدی گو تام ایدید سرویس از دیگه خوشتر ناکم يعني جن غیرت آوانه بو حتی هنه کی جن هنه دبی منظر چه قصه سورت قرآن اجده پیغمبر حفظ کریه پریا چونه مزگفت جامعه پیغمبر خواندیه مگوداری که حفظ کریه حساب کن يعني دوباره کرنک پیغمبر دوباره کریه ایجا ام ویت شتهانه کیمانی هانه ام دکن امر آخر العيد الذي يذهب إلى العيد من الأفضل أن يستعمل أفضل الثياب ويتعطر ويمشط شعره ثياب جميلة هكذا يأمرنا الإسلام أن نذهب إلى العيد بأفضل الثياب يوم العيد ويوم السرور لا يليق بالإنسان إذا أمكن أن يذهب إلى العيد وهو غير لابس ثياب جميلة أو لا يبين في وجهه بأنه يفرح بهذا العيد فمن الأفضل أن يلبس أفضل الثياب وأفضل المناظر حتى يذهب ويعود إن شاء الله تشتكي دنيا عيد داجي باشترين أو إنسان جلي باك جلي تمييز جلي باقش الخبكة عيدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوها توصية لواند كان دروجة عيدة دا تقول جلي تمييز الخبكة جلي وبرا باقش بيعني جانا تماشات كي بسلمان ما تبي بجماعة شو نرمجة عيدة والله عيبة تبي بجماعة جلي عيدة فوري وارية وانا فهمت خير عيدة يعني للروجا كيفية دمك مرة بجلك النباقش هر علامات وقصد احترام نادم بروجا هاني علامات أبا يعني تماشي دعواتك كي دعوات ماذا جلي ما تشوانن ودعيد دا جلي ما تشوان جمعي دا مثلا جلي ما علامات زعيفية إيمان ما عيدك خده بي كيف خوش أف روجات وي روجات كيف خوش ننم أو دعواتك أتشميك قالك جوان بجم دعواتك بيزن دينن كجنة ما روتو موتنو هلا حلا وحرام كو يعني لا سامح الله اگر ام توبه نکن بی حال دمارن حضور خدا اورچنی في جهنم يعني او قصه حراميت ده هي ام جلي خوشك خود كن كتي جمعيتي عيد مالا كروجا خدا جي حسك جلي كيفن جلي قليري اوتي نا كوينات يكرني فور من لا هفدا ريوسن بلا ما تشوا وني تشكي خوشنا يعني ابيات تشتكي باشنا اگهدار فيابن وكذلك تهنئه بالعيد الصحابة كانوا يهنئون بعضهم هذا كذلك يستحب إذا رأيت أخا لك في العيد قل تقبل الله منا ومنكم أو أي كلمة أخرى أصبح معروفا وأصبح عادة بين الشعوب العرب ربما لهم كلمة أخرى والأكراد لهم كلمة أخرى ربما الإخوة الصومال كلمة أخرى والإخوة الباكستاني يعني لكل قوم ربما كلمات يعبر به عن الفرح والسرور استعملوا هذه الكلمات هذا شيء لا بأس به وهكذا هناك رواية يقول بأن الصحابة كانوا يهنئون بعضهم وفي الغالب كانوا يقولوا تقبل الله منا ومنكم يستعملون هذه الكلمة أو عيد مبارك كل عام أنتم بخير في مصر كان معروف كل عام وأنتم بخير يعني هذه الكلمة معروفة
فيجوز أن أو من الأفضل أن نستعمل هذه الكلمات ونهنئ بعضنا وأن نطلب من الله أن يتقبل منا ما قمنا به من العبادات والطاعات. پیروزباهی وزانه چنه پیروزباهی عربی تهنیه بکرمانجی پیروز به یعنی قوت لما بجه زمان ترکی بکرمانجی پیروزباهی عیده جی سنته بیاش بیر و نکن صحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که هفت دیتن جهورات گوتن خدا قبول که عیده تا پیروز به اوا کلمه که پر مشهوره جهمان تقبل الله منا و منکم. تقبل یعنی خدا قبول بکه، تقبل الله خدا قبول که، منا و منکم جمع و جوا خدا قبول بکه. یعنی ما روزی گرت ما عبادت کن ما چکر خداش ما قبول بکه. یا جی بکردید به جشنات پیروز به عیدات مبارک به هزار عیدی بدینی کلمه کردی و هاد بجر هزار عیدی بدینی کیف خوشی و دلگشی بدینی اوانا تاف تشت عیدینا مرد قرش هبرا بجه هر ملت کلمه کاویه زرارتنا یعنی ده عرب آدم بجن وقت صحابی آدم وی تقبل الله تخبتان امیش کارم کردی آخو بجن خدا قبول بکش تجیج مجی یا جی تام کردی که اصلی جشنات پیروز به عیدات مبارک به وانا تف گوتنه کو خدا جی عاجز ننه تف نورمالا مقصد کیف خوش ببه وی روژه هانه خدا قبول بکه عیدات مبارک به جیران خورا جوال خورا جسمام خورا وان تشتی هانش هفرا بجن. وفي الأخير نقطتين أخرى تغيير الطريق ذهابا وإيابا إذا أمكن أن تذهب في طريق وتعود إلى البيت في طريق آخر حتى يشهد الأرض عليك وحتى يشهد الناس بأنك تذهب إلى العيد وتعود من العيد وتعلن السرور وتلتقي بعدد أكبر من الناس. تغيير الطريق كذلك كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له سنة أخرى كان يأكل وبعد ذلك يذهب إلى الصلاة. في عيد الفطر يستحب أن يأكل الإنسان شيئا وبعد ذلك يذهب. وفي الأضحى بالعكس في الأضحى من الأفضل أن لا يأكل. وكان عندنا كلمة يقول الشيطان يوم العيد صائم حقدا وحسدا وندما. يقول الإنسان أطاع ربه أما أنا فعصيت ربي فأصبحت مرجوما وأصبح مرحوما فمن الغضب لا يأكل. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. تشتهدني ساجوارا بيجم روجا عيد دا دماغ معرف كم مزجفتي أجرك ممكن ما معرف دريك ده هرت دريك ده ور أجرك هبة يعني جبانه آخر كازده دارو برو كفر زده ببن شاهدك معرف چه مزجفتي هاتيه پیغمبر ریا خود گوهرت يعني و انسان زادات بديني افيا سنته كيه كم ممكن به اواد دوياجي بريا عيدك معرف هرم مزجفتي حبكي خرمك تشتك يعني افطار بروجي نچن لورا اورو روجا عيد يا روجا خوارنه شيطان كردي قوتن شيطان بروجيه في كلمات قوتن دوی شیطان قهره دوی جا اوی انسان گوداری خدای کرو منکر خدای رحمت کر لعنت لیانی شیطانانی شیطان ج قهره خوارن ناخو ایجا رب العالمین عز وجل اجمع قبول بك ان شاء الله وحتى رجع عيدي وخير وخشي وسلامتي بن ان شاء الله. هذا كان دقيقه بزمان ديجي بيجم وحقق محلال كان شرك برزو ها اري اري تكاربك تكارب سري خوش لمشك ان شاء الله ان شاء الله خير يا جماعه نجي نيات كربه خير تجيك ان شاء الله. حديث ادبي وشون جامعه ونجيشتن جماعات خلاص بياخذ ايش براد نفسينا يعني